التفاف شعبنا حول معتقليه والإضراب التضامني الذي يخوضه عدد كبير من مناضلين في كل المدن الفلسطينية، والزيارة التفقدية التي قام بها السيد الرئيس ياسر عرفات لخيمة الإضراب لهو دليل واضح على مكانة الأسرى في حياتنا ونضالنا الفلسطيني. المجد والخلود لشهداء إضرابات السجون والمعتقلات الإسرائيلية الذين قضوا دفاعا عن وطنهم وحقوق شعبهم وعن حريتهم ومطالبهم الإنسانية، الذين بلغ عددهم منذ الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية عام 67 168 شهيدا استشهدوا نتيجة التعذيب الوحشي والإهمال الطبي المتعمد. ومن بين هؤلاء الشهداء على سبيل الذكر نستذكر الشهداء عبد القادر أبو الفحم، راسم حلاوة، فؤاد سلام، عمران أبو خلف، حسن السواركة، أنيس دولة، إسحاق موسى مراغة، عمر أحمد عوض الله، إدريس نوفل، عمر القاسم، يوسف ذياب العرعير، رمضان البنا، وغيرهم فهم كثر. المجد والخلود لشهداء فلسطين الأبرار، المجد والخلود لشهداء الأمة العربية والإسلامية. الحرية كل الحرية لأسرى الحرية، والعهد هو العهد، والقسم هو القسم، حتى يرفع شبل أو زهرة علم الحرية، علم فلسطين، فوق مساجد وكنائس وأسوار القدس الشريف عاصمة دولة فلسطين. إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، ولا بد لليل أن ينجلي، ولا بد للقيد أن ينكسر. هذه الأرض المقدسة، الأرض المقدسة طوبة كل ذرة تراب فيها مقدسة. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، الذي باركنا حوله. يعني المسجد الحرام ماش باركنا حوله، بينما المسجد الأقصى قال الذي باركنا حوله. فكل ذرة تراب فيه ذرة مقدسة، ذرة مقدسة باركها الله، ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، للعالمين. فإحنا حماة هذه الأرض المباركة، إن فيها قوما جبارين. حماة الأرض المباركة، حماة الأرض المباركة، حماة الأرض المباركة، حماة الأرض المباركة. ونبني دولتنا طوبة وحجر حجر وسنتي وشبر حتى تقام هذه الدولة وعاصمتها القدس. شاء